السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير ومتجمعين دايما على خير. معانا النهارده مشكلة بسيطة حصلت بين الحكم محمد معروف وبين اللاعب ساديو ماني. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. المشكلة بالظبط في ماتش السنغال حوالي الدقيقة 69 الحكم محمد معروف بيحسب ضربة جزاء لمنتخب السنغال، ودوت طبعا بعد معاناة منتخب السنغال، ودوت سببه عرقلة ساديو ماني داخل منطقة الجزاء. وساديو ماني بيخلص علاجه وعايز يرجع يسدد ضربة الجزاء، بس هنا محمد معروف بيمنع ساديو ماني من تسديد ضربة الجزاء وبيقول له اخرج كمل علاجك خارج الملعب. بعديها لعيب تاني بيخش عشان يسدد ضربة الجزاء اسمه اسماعيل يسار، وبيسجل فعلا هدف لمنتخب السنغال. بعديها الحكم محمد معروف بيرجع ساديو ماني تاني للملعب. طيب هو اللي عمله الحكم محمد معروف ده صح ولا غلط؟ القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ان اللاعب المصاب يسمح له القانون بتسديد ضربة الجزاء ويجب انتظاره حتى يتم علاج اللاعب، احسن من انك تمنعه انه يشوط ضربة الجزاء. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبك الفيديو دوس لايك ودوس اشتراك لمتابعة كل جديد.